ممكن احقق دخل من طباعه التيشيرتات ولا لا؟ وهل الموضوع ده راحت عليه ولا لسه شغال؟ ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده. اهلا بيكم في قناه اي مكاوي، انا محمود المكاوي وده فيديو جديد لينا على القناه. الفيديو ده هنكمل بيه سلسله الطباعه عند الطلب، وبالاخص طباعه التيشيرتات. واتكلمنا الفيديو اللي فات على اننا ازاي نختار التصميم بتاعنا وازاي نروح نصممه بقى على كانفا، واتكلمنا برده ازاي نسجل على موقع تي بابليك بطريقه صح 100%. ولو لسه ما تعرفش ازاي تعمل التصميم اللي هتحطه على التيشيرت، هنسيب لك تحت في الوصف لينك الفيديو اللي عملناه اللي فات، فلازم تروح تتفرج عليه الاول وبعدين تيجي هنا. طبعا عشان الشرح بتاعنا كله النهارده معتمد على التصميم اللي عملناه في الفيديو اللي فات. ولو اول مره تشوفونا هنا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وهنسيب لكم تحت في الوصف لينك جروب التليجرام عشان لو في اي حد واقف معاه اي استفسار في اي حاجه. نرجع تاني لموضوعنا. دلوقتي احنا عملنا التصميم خلاص في الفيديو اللي فات، وتعلمنا ازاي نعمله خطوه بخطوه، وتعلمنا برده في الفيديو اللي فات ازاي نروح نسجل على موقع تي بابليك اللي عن طريقه هيطبع التيشيرت واللي هيوصله لحد باب بيت العميل اللي هيبقى عايز يشتري التيشيرت. النهارده بقى هنتكلم ازاي نرفع جوده التصميم بتاعنا بعد ما عملناه عشان الموقع يقبله وما يعترضش عليه. هنتكلم برده ازاي نرفع التصميم بتاعنا على الموقع اصلا، وهنعمل ايه لو الموقع رفض التصميم بتاعنا وهيبقى ايه الحل ساعتها، وازاي نسوق للتيشيرت ده على السوشيال ميديا سواء على موقع بنترست او مواقع السوشيال ميديا عموما، وازاي برضه هنستقبل فلوسنا لو حد اشترى التيشيرت من على الموقع. كل ده هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده. اهم حاجه دلوقتي تكون عملت اللايك وسبسكرايب، ويلا بينا بقى نخش في الشغل. هنرجع على موقع تي بابليك وهنعمل ابلود للتصميم اللي احنا عملناه. بعد ما رحنا عملنا لها ابلود قال ان الكواليتي بتاعتها لسه مش كافيه، وده نتيجه الباك جراوند شلناها من على موقع كانفا، فهي بتقلل الكواليتي خالص. فاحنا لو واجهتنا مشكله زي دي، على فكره هي ممكن تواجهك مره وما تواجهكش مره، بس لو واجهتك هتحلها ازاي؟ هنرجع تاني على كانفا وهنعمل داونلود، بس المره دي بقى مش هندوس على ترانسبيرنت باك جراوند، هنعمل داونلود ليها على طول. وهنرجع على موقع كليب دروب وهندوس على ريموف للباك جراوند الاول. بعد كده بعد ما نخلص ريموف للباك جراوند ننزل الصوره. بعد كده هنروح على موقع اب سكيل عشان نرفع الكواليتي بتاعت الصوره، وهنروح ندوس على ابلود ايمج وهنستناه لحد ما يرفع الكواليتي بتاعت الصوره، ولينك الموقع هنسيبه لكم في الديسكربشن تحت. وبعد ما عملنا لها اب سكيل هنختار ان الصوره هنا الاب سكيل بتاعها هيبقى فيه 4 والانهانس كواليتي تبقى اون، وبعد كده هنروح ندوس على داونلود ايمج. بعد كده هنرجع لموقع تي بابليك وهنعمل ابلود للصوره، وكده احنا نجحنا ان احنا نعمل ابلود للصوره والموقع قبلها. اول ما يجيب لك تحت تشينج ارت وورك دي معناها ان خلاص ان الصوره اتقبلت على الموقع. طبعا بيقول لك ان انت ممكن تعملها بكواليتي احسن من كده، ممكن تستخدم بقى مواقع مدفوعه عشان توصل لكواليتي اعلى، يبقى حجم الصوره اعلى، بس هي كده مقبوله من الموقع يعني. هتروح هنا بقى وهتكتب الديزاين تايتل على التيشيرت، فانت هتكتب هنا مايند سيت از ايفريثينج، وهيجيب لك هنا وبعد كده هيجيب لك هنا ديسكربشن. فاحنا ممكن نروح نسال شات جي بي تي عايزين نكتب ديسكربشن عن التيشيرت بنعرضه على موقع تي بابليك، هيدينا اي ديسكربشن ممكن نكتبه. فاحنا هنكتب اي كلمتين هنا كده. بعد كده هنروح على المين تاج، فالمين تاج هنا هيبقى مايند سيت، فالمين تاج هنا مثلا هنختار اي حاجه زي مثلا مايند سيت موتيفيشن. وبعد كده هيقول لك على سبورتنج تاجز برضو، حاجات تاجز تساعدنا في اللي بيعمل بحث يعني ان هو يلاقي التيشيرت. وهنكتب شويه تاجز كده اللي احنا شايفينها مناسبه، فممكن نعمل سيرش وهو يكتب لنا. مثلا هنكتب مثلا بوزيتيف مثلا، فجايب لك بوزيتيف كوت مثلا، تختار كده كذا حاجه، او ممكن تسال شات جي بي تي. الموضوع ده سهل يعني. هنا بقى هيقول لك ان هي فيها اي حاجه هنا للكبار فقط او كده، فانت هتقول له نو. هنا بقى دي خطوه مهمه جدا، ده شكل التيشيرت لما هيجي يتحط، اي حد هيعمل سيرش ده اللي هيظهر له. زي ما انتم شايفين كده الديزاين شكله بسيط وشكله حلو. طبعا انت ممكن تعمل يعني احسن من ده 100 مره، بس اللي احنا عاملينه دلوقتي يعني انا عادي ممكن اشتري التيشيرت زي ده، شكله حلو يعني. ممكن بقى تحط لوجوز، ممكن تحط صور، ممكن تحط اللي انت عايزه. طبعا احنا التيشيرت اللي هنختاره ان هو يبقى وشه كده والظهر هيبقى ساده يعني مفيش عليه حاجه. هننزل تحت بقى الديزاين ده هيجيب لنا ممكن نبيعه على كام حاجه. يعني هنا مثلا هيجيب لنا على شكل كاب، هنا على شكل كفر موبايل، هنا على شكل مج، هنا على شكل بنز اللي بتتعلق، هنا على شكل مخده، هنا يعني كذا ديزاين بقى. طبعا احنا اهم حاجه عندنا هو التيشيرت، بس احنا برضه هنسيب الديزاينز دي. هنا مثلا شكل ستيكر، فاحنا دول برضه هنسيبهم، بس اهم حاجه طبعا هي ايه؟ التيشيرت، وده اهم حاجه. هنيجي هنا بقى على سيلكت ديفولت كلر وهنختار لون التيشيرت. طبعا انت ممكن تحط كل الالوان، بس احنا هنا مثلا يعني انا شايف مثلا اللون الاسود شكله حلو بصراحه احسن واحد، فانا هحط اللي في الاول اللي يظهر للناس كده اللون الاسود. فطبعا بقى انت ممكن تختار اي لون انت عاجبك، الاصفر، كريمي، الازرق، الكحلي. الازرق برضه شكله حلو والله. ممكن والله نسيب الازرق ده في اللي هو الخلفيه يعني اللي اتحط على الموقع، اي حد بيعمل عنه سيرش. ولو جينا وقفنا هنا هيبقى ده شكل الهودي، وهنا هيبقى شكل البلوفر. ممكن تختار مثلا يعني ممكن البلوفر ده مثلا ممكن نختار بقى لون تاني، ده اللي نعمله مثلا. احنا ممكن نختار مثلا الدارك جرين، ودول اللي هيظهروا في اي حد بيعمل سيرش، ده اللي هيظهر له. وممكن مثلا هنا عند الهودي مثلا نختار الاسود. الاسود شكله حلو بالظبط كده. وهنا احنا اخترنا هنا كلمه اول دي يعني برودكت كلر، اخترنا كل الالوان.
عشان اي حد عاجبه اللون يخش يشتريه على طول. المهم دلوقتي احنا عملنا كل حاجه وشفنا شكله. طبعا احنا هنا بقى لو انت شايف هنا ان اللوجو مش ظاهر، يعني مثلا ممكن مثلا الستيكر ده تلاقي شكله مش حلو قوي، فممكن تعمل له اوف وما يتعرضش، او هنا المج مثلا مش باين كله، ده براحتك يعني، بس انت يفضل تسيبهم كلهم اون يعني. بعد كده هتقول ان انت اجري على الكلام ده، بعد كده هتدوس على ببلش. دلوقتي بقى الصفحه الرئيسيه، سواء اي حد هيخش يعمل سيرش او هتحط اللينك بتاعك على بنترست او فيسبوك ايا كان، اي حد هيخش على اللينك ده، دي الصفحه الرئيسيه اللي هتظهر له. اول حاجه هيظهر له فيها شكل التيشيرت زي ما انت شايف كده، وهنا عندك مثلا الالوان، ممكن بقى تختار اللون ده، ممكن تختار اللون الكحلي، ممكن تختار بقى اي لون انت عاجبك للتيشيرت ده وهو يشتريه على طول. فالاسود ده هو احسن تيشيرت يعني يعتبر، فالاسود ده برده من الالوان الحلوه جدا. عندك بقى كل الالوان هنا. طبعا هنا بقى انت ما بتحددش انت سعر التيشيرت، هو هنا بيحسبوا لك $16. طب انت نسبتك بتبقى ايه بقى؟ نسبتك بتبقى 11% من كل تيشيرت بيتباع، يعني حوالي $1.5 كده بالشكل ده يعني. واي حد بيخش يشتري بيختار اللون زي ما انت شايف كده، وهنا عندك بقى الستايل، سواء عايزه بقى نيك، سواء عايزه طول، سواء عايزه هيفي ويت، سواء عايزه اي حاجه، هتلاقي الستايل بتاعك هنا كده كده هتلاقيه زي ما انت شايف اهو. ده براوزر تاني ملوش اي علاقه بالاكونت بتاعنا، هيلاقي التيشيرت وهيلاقي كل حاجه وتوصيله الدفع سهله وكل حاجه. دلوقتي احنا اتعلمنا ازاي نرفع التصميم بتاع التيشيرت على الموقع وازاي نخلي الموقع يقبله. دلوقتي بقى هنيجي لمرحله التسويق، وعشان لو خدنا التيشيرت زي ما هو كده وعملنا له ماركتنج على اي سوشيال ميديا، فالصوره هتبقى عباره عن صوره بخلفيه بيضاء، صوره ما تشدش الانتباه خالص وشكلها مش حلو خالص. فاحنا اللي هنعمله دلوقتي بقى ان احنا هنعدل شويه في الصوره، وهنعمل لها خلفيه، وهنعمل لها شويه تصميم كده بالذكاء الاصطناعي عشان الصوره بتاعه التيشيرت تكون صوره بياعه. احنا معانا موقع بيعدل الصور والخلفيه بشكل رهيب وبشكل فظيع جدا، وكله عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهنبقى نتكلم عنه في فيديو لوحده بعد كده، عشان بجد الموقع ده حلو جدا. ان انت لو عندك اي منتج انت ممكن تسوق له صوره فظيعه احترافيه جدا عن طريق الموقع ده. وكمان الميزه بتاعته ان انت ممكن تستخدمه في الاول بشكل مجاني، بعد كده لما بتخلص الليميت بتاعك بتضطر بقى تشترك بشكل مدفوع. بس خلينا نستخدم الباقه المجانيه اللي فيه ونطلع منها احسن حاجه ممكن تطلع. والموقع اللي معانا هو موقع flare.ai، ويلا بينا بقى نروح للموقع ونشوف flare.ai ده بيقول ايه. وطبعا زي ما انت شايف دلوقتي ان الصوره اللي انت هتسوق لها دي شكلها مش حلو، الخلفيه بتاعتها مش ظاهره، وان الكواليتي بتاعتها مش اعلى حاجه قوي يعني، عشان الموقع ده ممكن الكواليتي عليه مش حلو قوي. فزي ما انت شايف دلوقتي شكلها مش حلو، انت تسوق لها تاخدها زي ما هي كده. فاحنا هناخدها بقى ونعدل عليها شويه. هنروح ندوس على سيف ايمج از، وبعد كده هنروح على موقع flare.ai، وهو موقع مجاني. ده بقى اللي هيحسن لك الكواليتي وهيعمل لك خلفيه كويسه وهيعمل لك ديزاين حلو للصوره خالص. هتقول كونتينيو with جوجل، وبعد كده هتدوس فوق على كرييت نيو بروجكت، وهتيجي هنا عند برودكت على الشمال وهتعمل ابلود برودكت فوتو. فاحنا هنروح نعمل ابلود للتيشيرت اللي احنا جبناه. اول حاجه هنا هنروح نعمل ديليت للازازه اللي هو جايبها ديت. بعد كده هنروح فوق هنا على برودكتس وهنروح نشد التيشيرت ده هنحطه هنا كده بالظبط، وهنا هيقول لك الباك جراوند عايز تشيلها ولا لا، فهنقول له نعمل لها ريموف. واول ما تعمل ابلود هو بنفسه هيقول لك ان انت بتسوق للتيشيرت اسمه بلو تيشيرت ومكتوب عليه مايندزيت از ايفريثينج. كل ده بيجيبه بالذكاء الاصطناعي، انت ما بتكتبش حاجه يعني، انت بتحط له الصوره بس هو بيعرف ايه الصوره على طول بالذكاء الاصطناعي، ودي ميزه مهمه جدا. المهم هنقول له فعلا انت الوصف اللي انت وصفته وصف صح. فهنروح ندوس على كونتينيو، وهنا كاتب لك الوصف فوق اهو. بعد كده هتروح تحت هتلاقي تمبلتس وجنبها اديتور، فهتلاقي عندك اختيارات كتيره جدا، سوفت شادوز، سانسيت ان باك جراوند، ديزرت ان باك جراوند. فهتختار اي واحده فيهم عجباك، عندك حاجات كتيره جدا ممكن تختارها. فاحنا ممكن مثلا نختار السوفت شادوز ده. وبعد كده البليسمنت عايزه يبقى على ايه، التيشيرت ده يعني محطوط على ايه مثلا. فاحنا مثلا ممكن نقول له حاجه خشب مثلا، عندك حاجات كتير بقى تختارها يعني، اقعد جرب بقى. ممكن نختار مثلا وودن سيرفيس مثلا. وعندك هنا بقى الكالر برضو، سترينث والاوتلاين، بس احنا ممكن نكتفي بكده. بعد كده هنروح ندوس على جنريت، وزي ما انتم شايفين كده ده هيبقى شكل التيشيرت بالخلفيه اللي وراه اللي هي عباره عن خشب وفي ضوء كده جاي عليها. وممكن بقى من الاديتور اللي على الشمال دي تقعد تغير بقى اللي انت عايزه زي ما انت عايز يعني. عندك هنا مثلا السيرفيس دي ممكن تعملها خرسانه، مكتوب وايت، كونكريت، بليسمنت، كيتشن كورنر، عندك حاجات كتيره بقى ممكن تختارها، روكس، زي ما انت عايز. المهم هتروح تدوس عليها، بعد كده هتروح تدوس على داونلود، وكده الصوره نزلت معاك. ده هيبقى شكل الصوره بعد ما نزلناها معانا. وبصراحه انا رحت عملت ديزاين تاني، حسيت الديزاين ده ما عجبنيش قوي بصراحه، فرحت عملت ديزاين تاني بشكل ابسط شويه، ولعبت شويه بقى على موقع flare.ai وطلع الديزاين ده هو برده نفس الفكره، مايندسيت از ايفريثينج، وحطيت برده نفس اللوجو. فعندك بقى الصورتين يعني، حتى الاولانيه ما عجبتنيش فعملت واحده تانية بس بنفس الطريقه بالظبط يعني. فممكن تعمل بقى كذا صوره وتسوق للي انت عايزه. نرجع تاني على موقع تي بابليك وهندوس على اكونت موجوده فوق دي. بعد كده هننزل تحت على ماي ايرنينجز. هنا بقى هيقول لك انت عايز تستقبل فلوسك ازاي، عن طريق الباي بال ولا عن طريق بايونير. فانت عندك حل من الاثنين، يا تعمل حساب على باي بال او عن طريق بايونير. فباي بال ممكن تعملها عن طريق فيزا البريد المصري، وده اللي انا عملته وبتنفع وبتشتغل. ما اعرفش بقى كل شويه بتتغير، لحد من شهر مثلا كده هي كانت شغاله، بس دلوقتي بصراحه مش عارف. وبايونير ممكن تعمل حساب
بالدولار في اي بنك، من بنك الاهلي عنده حساب بالدولار، وتستقبل بايونير، وساعتها تعمل حساب على ده او على ده وتكتب الميل هنا، وهنا بقى اللي هيجي الفلوس عليهم. احنا كده خلاص خلصنا التعديل اللي في الصوره وعملناه على موقع Flare.ai بالذكاء الاصطناعي، وزي ما انتم شايفين طبعا الصوره فرق شاسع بين الوضع القديم والوضع الجديد. فبجد الموقع ده لازم تستخدمه في التسويق لاي منتج انت عايز تعمله، سواء حاجه الامازون او تيشيرتات او ايا كان المنتج ده ايه. وزي ما قلنا برده هنبقى نعمل عنه فيديو لوحده عشان بجد هو يستاهل يبقى ليه فيديو لوحده. وبعد كده هناخد الصوره وهنسوق لها على السوشيال ميديا، وهناخد اللينك بتاع التيشيرت اللي احنا عملناه ونسوق له بقى ساعتها. ومن احسن المواقع في الموضوع ده بجد هو موقع بنترست. عشان ابقى صريح معاك برده، الموضوع انك تبيع من غير اعلانات مموله موضوع بيبقى صعب جدا في الاول. فبصراحه كده لو هتشتغل من غير اعلانات مموله فانت محتاج تعمل بنز كتير على بنترست يعني، او بوستات او ايا كان يعني على السوشيال ميديا الثانيه، عشان تعرف توصل على ناس كتير. فعشان كده بصراحه ما تستعجلش قوي على اول بيعه لو انت مش هتعمل اعلانات مموله. لو هتصرف اعلانات مموله فاكيد يبقى احسن طبعا يعني من غير كلام، بس لو هتشتغل في السكه الثانيه فانت محتاج تنزل كتير عشان تعرف توصل لناس كتير. وفي حاجه مهمه جدا في الاخر لازم اقول لك عليها عشان تاخد بالك منها، سواء اديداس، بوما، بيبسي، كوكاكولا، اي شركه من الشركات دي اوعى تعمل لها تصميم، عشان الشركات دي بيبقى معاها حقوق ان ما ينفعش حد اصلا يستغل الاسم بتاعها، سواء بقى في تيشيرت، سواء في شنطه، سواء في اي حاجه. ولو عملتها غالبا موقع تي بابليك هيقوم قافل الاكونت بتاعك ويعمل لك بلوك. لازم جدا تركز في النقطه دي عشان ما تقعش فيها. وفي حاجه ثانيه برده ممكن تعملها غير انك تعمل التصميم بنفسك على كانفا، فانت ممكن تروح لمواقع الصور بتاعت الذكاء الاصطناعي زي ليوناردو او المواقع دي يعني، وتختار اي ديزاين انت عامله، وبعد كده تمشي في نفس الخطوات اللي عملناها. بالمناسبه في تيشيرتات كتيره جدا بتتباع بالطريقه دي، ان انت تجيب التصميم من ليوناردو وتحطه على التيشيرت على طول. وكده اظن ان احنا شرحنا كل حاجه وشرحنا كل ما يخص الطباعه عند الطلب، من اول اختيار التصميم لحد التصميم ذات نفسه، ازاي ارفع التصميم اصلا على موقع تي بابليك وازاي الموقع يقبله، ازاي نسوق للتيشيرت بتاعنا بصوره احترافيه عن طريق موقع Flare.ai، وازاي نستقبل الارباح بتاعتنا اللي جبناها من بيع التيشيرتات، وخصوصا في دولنا العربيه زي مصر مثلا قلنا عن طريق الباي بال. والفيديو اللي جاي بقى ان شاء الله احنا هنتكلم فيه ازاي بنبيع التيشيرتات دي بس مش في اوروبا ولا في امريكا، ازاي نبيعها في دولنا العربيه اصلا. كده فيديو برده حلو وقوي وما اعتقدش ان في حد عمله قبل كده، فاستنوه بجد الفيديو ده هيفرق معاكم جامد جدا. كده احنا خلصنا كل حاجه، ولو في اي حاجه مش واضحه او اي حاجه فاتتنا يا ريت تسيب لنا كومنت وتقول لنا ايه اللي انت واقف معاك فيه. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتنضموا لجروب التليجرام، هتلاقوا اللينك تحت في الوصف، عشان لو في برده حد عنده استفسار على اي حاجه، وهو جروب عليه دعم بشكل مستمر جدا طول الاسبوع على اي استفسار عندك عايز تقوله. وان شاء الله نشوفكم على خير، سلام.